السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. الموت يفاجئ الفنان المغربي عبد اللطيف الخمولي، واحد الإنسانة اللي عزيزة وغالية على قلبه. فخليكم معايا خوتي باش تعرفوا شكون توفات ليه وتعرفوا سبب الوفاة ديالها، ودعواتكم لها خوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبت عند السؤال ويجعل مأواها الجنة إن شاء الله يا رب. فكيف ما كتعرفوا خوتي باللي فراق الوالدين صعيب، وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربه، فالله يكون معاه والله يصبره. فقد فجع الفنان المغربي المحبوب عبد اللطيف الخمولي بوفاة والدته يوم الثلاثاء، وذلك بمصحة عين سبع التي دخلت إليها الراحلة قبل عدة أيام. وكشف مصدر موثوق بسبب تعذر ربط الاتصال بالفنان عبد اللطيف الخمولي أن والدة الأخير تعاني من أمراض بالقلب، وكانت ترقد بقسم الإنعاش لمدة بلغت حوالي 22 يوما قبل أن تسلم الروح إلى بارئها يوم الثلاثاء. وبمجرد انتشار الخبر عبر بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، بادر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم واجب العزاء للفنان المغربي وعائلته. ومن جهة أخرى، تنتظر عائلة الفنان عبد اللطيف الخمولي الإجراءات الإدارية من أجل التسريع في إجراءات الدفن وتشييع جثمان والدتهم الراحلة. فتعزينا الحارة للفنان عبد اللطيف الخمولي والعائلة ديالو، الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبتها صبر. ودعواتكم مع خوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. فهنا خوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.